السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كبد وقوانص بالبطاطس، هتاكلوا صوابعكم وراها. هنعملها بشويه تكات كده هتخلي طعمها حكايه. اكله مناسبه جدا لاخر الشهر لما مصروف البيت بيخرم معانا. نص كيلو كبد وقوانص وبطاطستين، هنعمل احلى غدا. تابعوا معايا لاخر الفيديو علشان نشوف كل التكات مع بعض. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير. في طاسة او حلة على النار هنحط معلقتين سمنة بلدي حلوين كده علشان تدي طعم حلو للأكلة بتاعتنا. حابة تحطي زيت بس او زيت على سمنة زي ما بتحبي. بعد ما السمنة تسخن هنزل عليها بقرنين فلفل رومي متقطعين كده مكعبات صغيرة، وهبدأ اشوحه كده في الاول لوحده قبل ما انزل باقي المكونات عليه علشان يدينا طعم وريحة تحفة. وحطيت معاه كمان قرن فلفل حار للي بيحب الاكل سبايسي. هشوح الفلفل شوية كده، وقبل ما يبدأ يغير لونه هنزل عليه ببصلتين متقطعين صغير. هقلب البصل والفلفل يتشوحوا مع بعض، وهبهرهم بشوية ملح صغيرين ورشة فلفل علشان يدوا ريحة حلوة. وهسيبهم 5 دقايق كده على نار متوسطة اشوحهم. عايزة البصلة تدبل شوية وتنزل ميتها وتاخد من طعم وريحة الفلفل. وبعد ما يتشوحوا مع بعض ونشم ريحتهم الحلوة هننزل بعد كده عليهم بمعلقة توم مفرومة. هشوح التوم دقيقة مع البصل والفلفل، مش عايزة لونه يغير بس يدوب ريحته تطلع. بعد كده هنزل عليه بالقوانص المغسولة ونضيفة زي الفل. والكبد هنسيبها على جنب شوية. هننزل بالقوانص في الاول علشان القوانص بتكون قاسية شوية وبتاخد وقت اطول في التسوية عن الكبد. واهم حاجة طبعا في الاكلة دي ان احنا ننضف الكبد والقوانص كويس جدا علشان ما يكونش فيها اي ريحة زفارة. بدعكهم كويس بشوية دقيق وعصير ليمونة ومعلقتين كبار خل ومعلقتين ملح. وبعد كده بشطفهم بمية نضيفة واصفيهم كويس من المية. وهفضل كده اشوح في القوانص مع البصل والفلفل والثوم لحد ما تنزل ميتها، تشرب ميتها وتشرب كمان السوائل اللي نازلة من البصل والفلفل. ونبدأ نسمع صوت شكشكة كده في الطاسة، ده معناه ان هي شربت كل المية اللي فيها ونشفت على الاخر. ده صوت الشكشكه اللي قلتلكم عليه، وده معناه ان هي شربت خلاص كل الميه اللي فيها ومفضلش فيها غير الدهون. دلوقتي بقى هحط لها كوبايه ميه سخنه. ميه سخنه مش ميه من الحنفيه، علشان الميه البارده هتخليها تشد معانا. وهغطي عليها واسيبها لحد ما تشرب الميه دي تاني. هنشيل قرن الشطه ونقول له شكرا كفايه عليك كده علشان ما يشططش الاكل بتاعتنا قوي. وهنا زي ما احنا شايفين القوانص كانت شربت الميه كلها ونشفت تاني. في الوقت ده هقدر انزل عليها الكبد. ننزلها على نار عالية، وهبدأ اشوح الكبد معاها شوية واسيبها تاخد صدمتها. ونقلب بالراحة علشان الكبدة ما تتهريش معانا. بعد ما الكبدة اتشوحت وخدت صدمتها ولونها اتغير بالشكل ده هنزل عليهم طماطمتين مبشورين من غير القشر بتاعهم، وبطاطستين كبار مقطعوهم مكعبات صغيرة. وهقلب كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعضها، ونخلي بالنا نقلب بالراحة علشان الكبدة ما تتهريش. وزودت لهم شوية بهارات علشان يطعموا الأكلة بتاعتنا. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة كمون، معلقة بهارات مشكلة أو 7 بهارات، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح. هقلبهم مع بعض تقليبة حلوة. وهزود لهم كوباية مية سخنة كمان، ودي بقى علشان عايزين شوية سوائل عشان البطاطس تستوي فيهم. قلبت البهارات والملح كويس بس بالراحة علشان الكبدة ما تتهريش. وهسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده لحد ما البطاطس تستوي وتشرب من الخلطة التحفة دي. شوفوا بقى لما البطاطس تتشرب من كل الحاجات الحلوة دي هتحبي تاكلي البطاطس اكتر من الكبد والقوانص.
قربوا معايا بقى كده، شوفوا شكلها ما شاء الله خطيرة، ريحتها تجنن. وضفيت فيها كمان فحماية مولعة بحتة سمنة صغيرة علشان تزود حلاوتها. وهنقفل عليها الغطا علشان تتشرب من ريحة الفحم. قربوا معايا كده بقى، شوفوا شكلها وشموا ريحتها. الله على الريحة تجنن. جربوها، طعمها خطير. تقدري تعملي جنبها رز بشعرية او رز ابيض او مكرونة، عيش بلدي طري كده سخن، وسلطة. والف هنا وشفا. جربوها وقولوا رأيكم في التعليقات. زي ما احنا شايفين الكبدة ما اتهرتش واستوت وزي الفل. وبكده خلصنا وصفتنا. بتمنى من كل قلب الوصفة تكون عجبتكم. بتمنى تجربوها وتكتبوا لي رأيكم. ولو الوصفة عجبتكم طبعا ما تنسوش لايك وشير للفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.